اكيد. زين، شنو نصائح مالتك خلال الشعر الشعبي للمجتمع بقصيده نريد؟ هو الشعر معالجة حالة. نعم. نصيحة نبدي. يلا. بالأمل نبدي نتغير ونحلم بباكر جديد. كلنا نغلط عادي جدا ويغلط الشاب العنيد. بالأمل نبدي نتغير نعم. ونحلم بباكر جديد. كلنا نغلط عادي جدا ويغلط الشاب العنيد. بكل وقت تلقى اللي يسامح والله أقرب للوريد. لا تتشائم ابقى أضحك، نعم. تلقى هاي الدنيا عيد. لا تتشائم ابقى أضحك، تلقى هاي الدنيا عيد. حاول تغير أطباعك، الندم أصلا ما يفيد. حاول واطلب الرحمة وبالغلط لا تظل تعيد. لا تظن روحك وحيد، قرر وتنمد لكيد. التوبة مفتوحة أكيد وكل شي منكم ما أريد. انطوني فرصة واثبت لكم بعد ما أغلط أكيد. احنا جيل انظلم حقا، احنا أقوى من الحديد. احنا أقوى من الحديد. الله الله الله، صح لسانك. نعم. طيب محمد، سمعت انه انت الشاعر الوحيد اللي ذكرت قصائدك بالمجلات الاجنبيه، يعني على صعيد دولي، يعني مو محدوده ولا على مستوى العراق. أنا نشرت لي من مجلة النجوم الأسترالية. نعم. تنزل بثلاث لغات، الإنجليزية والأسترالية والعربية. زين، شلون وصلت لهذا الشيء؟ هي عن يعني من صفحتي بالفيسبوك أنشر قصائدي. نعم. وكان أكو قصيدة فصيح حبوها ونشروها. نعم. ما شاء الله. وقتها نزلت بالمجلة وراسلوني وسووا عني تقرير كامل. كتبوا نعم. تقرير كانت بشبكة الإعلام العراقي. نعم. وانتشرت بديش المجلة. ما شاء الله. طيب هذه القصيدة ممكن نسمعها بالفصيح؟ هي فصيح نعم. والله ما تحضرك حاليا. ما أحضرك. نعم. طيب. طيب، شعرنا الأشعار الدينية والحسينية، هل كل شاعر يقدر أن ينظمها؟ هو الشاعر يكتب كل شيء إذا عندك حب للدين والأهل البيت. نعم. القصائد الحسينية مثلا تقدر تكتب كل شيء. كل شيء تقدر تكتبه فعلا. يعني مو فمجرد تحتاج أنه أنت تحب وتطلع وعندك معلومات تكتب شعر رصين. إيه اكتب. شنو كتبت بهذا الجانب؟ الديني لو الحسيني؟ الديني. الديني هي رسالة بوقتها كتبت. نعم. تقول عمري سلمت وحياتي بس ردت توصل صلاتي. عمري سلمت وحياتي بس ردت توصل صلاتي. ايش قد غريبة يا إلهي عفتك وضاع من صفاتي. يا ذنوب الما عدها تكبر وروحي بعدها. تفتح التوبة وسدها كلها ذني ومو بعيد. يم حسك بالوريد تغفر ورايد نجاتي. عمري سلمت وحياتي بس ردت توصل صلاتي. ما أخذ الدنيا انشغالي لحظة ما يصفى لي بالي. ما أخذ الدنيا انشغالي لحظة ما يصفى لي بالي. أستحق هذا الجرالي لاني تايب واقتنع ولاني حاضيلي بدمع. كانت آخر أمنياتي عمري سلمت وحياتي بس ردت توصل صلاتي. الله الله. نعم. الله عليك. شاعر، بمن تأثرت من الشعراء أكثر شيء؟ كل شاعر كتب حلو. نعم. يعني التأثر بالكلمة مو بالشاعر. نعم. مو بالشخصية. اكو هواي شعراء فتحنا عيننا لقينا نزار قباني وكريم العراقي وبالشعر الفصيح ولقينا كاظم اسماعيل القاطع وعريان سيد خلف وحتى الشباب اكو بيهم اثروا بينا. بالضبط. فالشاعر يتأثر بكل شيء حلو. شنو هذا أكثر من قصيدة برأيي. ممكن سمعتها وتأثرت بها بس هي مو إلك؟ هي كانت يعني من القصائد اللي فتحنا عيننا عليها. نعم. قصائد يكتبها شاعر عربي اسمه طارق طوقان العربي. نعم. تأثرت بها. كانت أغنية أنا ما أخجل أذكرها. أغنية لفلان كارتون. نعم. تحكي عن أهداف سامية. حلو. أي. طيب اكو قصيدة لشاعر آخر تمنيت لو أنه أنت كاتبها؟ الصراحة طبعا أكو وهواي قصائد، مو قصيدة وقصيدتين، هواي قصائد حتى أصدقائنا من يكتبون تتمنى أنت كاتب هذا الشيء لكن شيء محدد ما أذكر. طيب أغلب قصائدك لأي اتجاه تروح؟ البساطة. أنا أكتب إحساس ما أكتب الصورة.
اخلي الصوره بقصيدتي لكن قليله جدا، اميل للاحساس، نعم. للواقع. يعني الشاعر نعرف أنه عنده منطقة دائما هو تكون هذه منطقته الخاصة، يعني سواء بالقصيدة الوجدانية، بالقصيدة الغزلية، بالقصيدة الوطنية الغنائية المنبرية، يعني يا منطقة أكثر شيء هي تحسها منطقتك هذه؟ هي منطقه الاحساس، اكتب نعم. احساس. كل القصائد يعني تكتب؟ كل قصائدي هو لوني واحد. قدرت الحمد لله انفرد بلوني. هذا الشيء ما يجي عن عبث، تخطيط وعمل مستمر على الكتابه والقراءه، ووصلنا الحمد لله الى لون اقدر انفرد به عن جيلي، لان تعرف اذا تشابهت الأذواق لبارة السلع. الاذواق لباره السلع. نعم. فالحمد لله وشكر قدرت ابعد. الحمد لله، كل التوفيق. الله يخليك. تمام. شنو آخر شيء كتبته بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم عليه السلام؟ نعم، هي قصيده. نعم. احنا ان شاء الله هواي قصائدنا لاهل البيت. إن شاء الله. تقول ادخل مرقدك وانذر لك دموع، وظل ابكي لحد ما تعمل عيون، يا وجه الصبح يا كاظم الغيظ، خلصت العمر بالظلمه مسجون. دعائك كان من تصلي مولاي، مثل سجيل ينزل فوق هارون، نهار وليل ساجد انت لله، حوت السجن صار وانت ذنون، راهب بني هاشم قاهر عداك، راهب بني هاشم راعب عداك، مقيدينك ومن عندك يخافون، سمعت الناس قالوا مات مسموم، عايش انت واعدائك يموتون، قصر هارون ضاع بين التراب، وقبرك قمر بي متنور الكون، قصر هارون ضاع بين التراب، وقبرك شمس بي رحمه للكون. انا تعنيت وردت يا اسد بغداد، العراق تحفظه من شف اللي يبوقون. الله. العراق تحفظه من الله شف اللي الله يبوقون. الله، صح لسانك. طيب اكو احداث مر عليها اكثر من 1000 سنه، يعني خاصه الاحداث الدينيه المتعلقه بديننا الاسلامي على سبيل المثال. نعم. زين، شلون ممكن انه واحد يعيشها، وشلون هذه المعلومات اللي عندك اللي تصل بها الى وصف كل هذه الاشياء من خلال القصيده؟ عبر التاريخ. التاريخ نقل لنا كل شيء واقعي. موجودين هواي مؤرخين وأرخوا لك من مختلف الأديان ومختلف الجنسيات. التاريخ يذكر كل شيء. قدرنا نوصل عبر التاريخ وعبر كتابنا الكريم قرآننا الكريم والأحاديث النبوية وعن أحاديث أهل البيت، نقدر نعيش اللي كانوا عايشيه، نستوحى هذا الشيء، نتذكره، نفكر به، نتمعن به، نوصل شلون كانوا عايشين وشلون كانوا يعانون وشلون نشروا رسالتهم ودينهم. هذا الدين ما اجى بالساهل، هذا دين اجى بدماء وافكار، ما اجى بس بالسيف. يقول لما بالقران يقول انما انت منذر لست عليهم بمسيطر وما بعثت الا لاتمم مكارم الاخلاق. نعم. فدين اهدافه ساميه، دين عظيم ما شاء الله فعلا. وهو خاتم الاديان. نعم. فنقدر نستوحى هذا اللي كانوا عايشين. تمام. شنو يعني لك هذا اليوم، خاصة تشوف كرم العراقيين موجود في كل مناسبة؟ وهذا اليوم مميز من كل سنة. كل زيارات الأهل البيت هي زيارات ما شاء الله مميزة، وكرم العراقيين نشوفه إذا أكو محفل رياضي وإذا أكو زيارة دينية وإذا أكو ثورة للوطن. تشرين شفنا العالم والأهالي تجي تجيب الأكل والمؤونة والعلاجات للمتظاهرين. بالرياضة شفنا البصرة وما يحتاج أذكر ايش سوى في البصرة. نعم. بالزيارات إذا كانت الزيارة لموسى بن جعفر نشوف بغداد تبدي من بدايتها لنهايتها كلها مواكب متروسة الشوارع. وزيارة أبو عبد الله نفس الحالة. نعم. فاللي نستوحي يعني كرم عظيم. بالضبط. سبحان الله. وهو الكرم شجاعة، هذا لازم نذكره. فعلا الكرم ما يكون شجاعة. الإنسان كريم إذا ما هو شجاع، وما يكون أكيد. الإنسان شجاع إذا ما هو كريم. فعلا. الكرم شجاع. طيب يا قصيدة تعتبرها هي اللوجو الخاص بك، أو القصيدة الأقرب إلى قلبك، أو القصيدة اللي انعرفت من خلالها؟ القصيدة اللي انعرفت من خلالها والله هواي قصائد. هواي قصائد موجودة. احنا اليوم نخليه يوم لذكرى استشهاد الإمام. أنا محضر لكم قصائد إن شاء الله. نعم تفضل. وقصائد جديدة هي هدية لبرنامجكم. أحسنت، بارك الله فيك. الأجر والثواب. كنت أمشي وعقلي كان متابع، مرتاحة روحي وعيني بس تباوع، هواي زوار اللي شفتهم بالطريق وبهاي المواكب تارسين الشارع، مثل الدمع
من يمشي فوق الخدين مشاية رحنا للإمام السابع. مثل الدمع من يمشي فوق الخدين مشاية رحنا للإمام السابع. اللي عنده حاجة يروح ويانا اليوم، يلقاها روح العمر خلص ضايع. من تسمع اللي يدعون يم أهل البيت مثل السمع آذان من الجامع. أهل الكرامة أتمنى إلهم ضحيت، يستاهلون وعمري إلهم ضايع. مختنقة روحي ويمهم أنا تعنيت، رحت بحزن وبفرح منهم راجع. شفنا المناير تضوي فوقاها نجوم، شفنا المناير تضوي فوقاها نجوم، وبالقبة وجه القمر شفناه ساطع. مثل الدمع من يمشي فوق الخدين مشاية رحنا للإمام السابع. الله الله الله، أحسنت. عاش لسانك. شاعرنا ممكن اليوم مواقع التواصل الاجتماعي تضيف لنا كلش إضافة حلوة سواء بكل المجالات، فاليوم أنت شنو الإضافة ضافت لك يا مواقع التواصل الاجتماعي؟ يعني ببساطة تقدر تسوق نفسك. نعم. يحتاج لك فراغ بسيط تقدر تسوق نفسك، بس تكون أهداف سامية. نعم. أهداف تليق بمجتمعك، تليق بأخلاقك، تليق بعائلتك، تليق بالذوق العام من تنشر هذا الأشياء. فمواقع التواصل الاجتماعي هم فتحت بوابة رزق للعالم. بالضبط. هواي كانت اكو شباب ما عندها أعمال وتعاني من نقص في العمل، وقدروا يفتحون على التواصل الاجتماعي باب رزق لهم. نعم. وبيها بعض الفكاهة بالضبط. بس انت والبساطة. اكيد اليوم تلاحظ عندنا كم مواهب شبابيه اللي هو مو هسه كذلك الشعر الشعبي وغيرها. فاليوم انت ممكن اذا شخص دخل لك راد من عندك مساعده او نصيحه او شيء ممكن تقدم له اياه، او صار وياك هيك شيء قبل؟ الشعر ربما كل البشر حاولوا يكتبون الشعر. نعم. انا كنت اتذكر بالابتدائيه يحفظون الطلاب قصائد ويجون يقروها. فالشعر كل الناس تريد تصير شعراء، بس بعدين يلقى نفسه عنده غير موهبه. نعم. اول ما يفكر يصير شاعر، وبعدين يلقى نفسه عنده مثلا غير موهبه الرسم او كذا. يدخلون الناس اكيد هواي يريد يتعلم الشعر، واجبك انه تساعده، واجبك انه تدليه طريق، وراها يلقى نفسه صح او غلط. زين. الأمسيات كانت بالسابق أكثر من الوقت الحالي، شنو سبب غيابها بشكل كبير؟ احنا سابقا كان نروح نقرا بالمنتدى. نعم. نروح للمنتدى، دعوه تجيك من المنتدى ونروح نقرا بالمنتدى ونلقى الجمهور كله قاعد بالمنتدى. حاليا الجمهور والذائقه والناس تسمع من خلال الشاشه او من خلال الفيسبوك او الانستغرام، تقدر توفر لك كل شيء. تسمع اي شيء تريده موجود. بالمنتدى سابقا لا، تجيك دعوه ونلقى الجمهور حاضر. حاليا ايش لا. قد مهمه المنتديات والامسيات؟ المنتدى مهم جدا، الاحتكاك، بس المنتدى مهم للشاعر مو للمتلقي. نعم. المتلقي يقدر يقعد باي مكان ويسمع الشعر، بس الشاعر احتكاكه بالشعراء راح يسمع جديد، راح يشوف طريقه الاداء، راح تجيه هواي افكار. التقاء بالشعراء والحديث ما بيناتهم راح يضيف له هواي اضافات. الاحتكاك مهم والقراءه مهمه، فالمنتدى ضروري جدا. ممكن شاعر يصنع شاعر اذا كان هذا الشخص هو ما عنده هذه الموهبه؟ يعني على سبيل المثال اني ما عندي اليوم اي بوادر للشعر او لكتابته، ممكن انه يجي شاعر يعلمني شلون يكتب واتعلم من عنده؟ مستحيل. اولا ما تقدر تنجح بشيء اذا ما تحبه. ممكن يحب الشعر، لازم هنا عندك اكو فد خلايا بالدماغ مهيئه لانه انت تكتب شعر. مستحيل يجي واحد يكتب شعر اذا مو عنده موهبه، عنده ملكه من الشعر، لو مو تعلمه. فعلا ما تقدر. لكن اكو بشر هواي حاولوا، اكو هواي ناس حاولوا، نص الطريق انسحبوا وبدايه الطريق انسحبوا، واكو عالم مكملين بهذا الطريق ويعرفون نفسهم انهم مو زين. يعني اغلب القصائد يكتبوها الشعراء على موقف يعيشوا او اشياء حياتيه يمرون بها، لكن احيانا يعني الشاعر تنطرح عليه في قضيه معينه يقولوا له انه عشنا احنا بكذا حاله، فانت شلون تكرسها بنصوص شعريه وتكتب لنا عليها؟ شلون تعيش حاله غيرك وتكتب عليها كانما الموقف صاير معاك؟ هو الشعر مسؤوليه، ومسؤوليه كبيره جدا. اللي يحب اذا صار زعل بينه وبين حبيبته راح يجيك. نعم. شو اقول لها؟ شو اكتب؟ تعال عالج لي هاي الحاله. اذا صارت مثلا اليوم زياره، انت لازم مهيئ نفسك لكل شيء. فالشعر مسؤوليه، من تدخل بالشعر انت لازم مهيئ لكتابه كل شيء وعن كل المواضيع. ويبقى الشعر هو معالجه حاله ورساله ساميه اذا احسنت التصرف فيها. طيب خلينا